الله وكيلهم، وأنا لست في مقام انتقام أو النيل من هؤلاء، ولكن أمرهم سيفضح، ولعل هذا من باب بداية الفضيحة فيما يخصهم، والله أعلم. أخي مراد، هل من كلمة للشباب الجزائري والمسلمين عامة عشية حلول شهر رمضان الكريم؟ شهر رمضان الذي طبعا نحن ننتظره بشغف إن شاء الله، ونسأل الله أن يجعله شهر صوم وشهر توبة وشهر قيام وشهر التزام بكتاب الله، لأن للمسلم هذه فرصة لأن يقوي رصيده من شفاعتين، شفاعة القرآن وشفاعة الصيام كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله أن يكون رحمة على بلدنا الجريح واطمئنانا لهم، وأن لا يكون وأن تحفظ فيه وتحقن دماء الجزائريين، وأن يكونوا كذلك من الذين يعودون إلى صلة حقيقية بدين الله. فرمضان هو شهر الاجتهاد وليس شهر الأكل والشرب والسهرات، وإن كان ذلك من المباح في حد ذاته، لكنه هو عند المسلمين الحقيقيين شهر عمل وجد. ولا ننسى أن محطات كبيرة في تاريخ المسلمين كانت في رمضان، من غزوة بدر، من غزوة القادسية، من فتح مكة، من فتح الأندلس، كلها هذه كانت في رمضان. فرمضان شهر البركات، أسأل الله أن يجعله رحمة على المسلمين، وأن يجعله لما لشملهم ونصرة لهم، وأن يقوي رابطتهم بربهم وبدينه. وهذه أمنياتي لكل الجزائريين والجزائريات، وأسأل الله لي ولكم التوفيق وحسن الصيام والقيام إن شاء الله. أشكرك أخي مراد في نهاية هذا اللقاء على تلبية الدعوة وعلى هذا الوقت الثمين الذي خصصته لنا، كما أشكر كل متابعي قناة المصالحة على أمل اللقاء بكم في حوارات جديدة. إلى ذلكم الحين، ها هو نور الدين خبابة يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bye.